بحاجات خلاص كانت هتترمي، هنعمل بيها احلى فانوس لرمضان. يلا بينا نبدأ ونشوف السر. اللون الابيض ده انا هدهنه اسود، يعني هخليه زي القاعدة اللي تحت، وهعيد على القاعدة برضو تاني. ما تنسوش بقى تصلوا على النبي كده في التعليقات، ولايك وشير لو عجبك الفيديو. القاعدة برضو هعيد عليها بالاسود عشان يديها لمعة كده. هسيبهم بقى ينشفوا، اكون عملت جسم الفانوس. معايا العلبة ديت وخيوط الخيش، هبتدي احطهم كده بميل، هبتدي ارصهم كده جنب بعض بميل زي كده بالظبط. وهعمل عكس، بس اهم حاجة اللي انا هحط شمع في طرف الخيط في الاول وفي الاخر بالشكل دوت، عشان الفينش في الاخر بتاعنا يبقى كويس. هعملها كلها كده بنفس الطريقة لغاية ما اخلصها. خليكم بس معايا للاخر، وما تنسوش لو عجبتكم الفكرة لايك، ويا ريت تشيروا الفيديو عشان غيرك يستفيد. كده انا بعد ما خلصتها هقلبها كده واحط القبة بتاعت الفانوس من فوق بالشكل دوت، والقاعدة هحطها عليه. القاعدة دي على فكرة قاعدة كاتل قديم، وطبعا لو في لون اتقشر سهل قوي اعمله بالفرشة. بقى معايا بالشكل دوت، هسيبه؟ لا طبعا. معايا ضفيرة انا ضفرتها بالخيش وكده، هثبتها من فوق، هلفه حوالين القبة بالشكل دوت ومن تحت، بقت معايا بالشكل دوت. هحط بقى الايد المعدن بالشكل دوت وهثبتها بحتة جلدة سودا، وهبتدي اسويها على قد الفانوس. ومعايا ليد هحطه كده بالشكل دوت، عشان كده انا خليت الفتحة من تحت، وبقى معايا احلى فانوس ممكن تعمليه بايدك. شايفين الجمال؟ حتى ديما جت خدته هنا عماله تجري بيه، مش عايزه تسيبه خالص فرحانه بيه قوي. ادي كده خدته وجريت. وادي الشكل النهائي. ايه رأيكم بقى في التحفة الفنية اللي عملناها؟ يعتبر ببلاش خالص، ما كلفتناش اي حاجة. وادي شكل تاني عملته، وادي الفانوس ده كنت عاملاه معاكم قبل كده، وفي شوية حاجات انا عملتها قبل كده على القناة. يا ريت تدخلي تلفيلك لفة كده تاخدي فكرة. ولو عجبتكم القناة ما تنسوش تعملوا الاشتراك. وادي اخر الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.